السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026 اخر فيديو قبل العيد تقريبا. ممكن يكون في فيديو تاني بس ده تقريبا يعني اخر فيديو قبل العيد او اخر فيديو في رمضان يعني. كلام النهارده عن العربي وهنتكلم زي الفيديوهات اللي فاتت، نظام مراجعة، كتب المدرسين، النموذج الاسترشادي. اول حاجة معانا وهي نظام المراجعة. العربي لو انت مراكم او انت بادئ فيه متأخر او انت مثلا في دروب ليك في العربي بالذات، فالعربي هي اسهل حاجة تلمها دلوقتي، عشان العربي معتمد اعتماد كامل او الحاجة اللي انت مطلوبة منك كمنهج هي النحو والبلاغة، ودول ممكن تخلصهم بسرعة. بالذات لو انت يعني في الاعدادي والاولى والتانية ثانوي كنت كويس، فانت تعرف تلم شويتين تلاتة مع النحو بتاع تالتة ثانوي والبلاغة والحاجات دي. هي دي المهمين في العربي بتاع تالتة ثانوي. ما نتكلمش دلوقتي عن النصوص والقراءة، ده كله بيبقى متحرر، ده كله من بره المنهج عندك، ده كله بيبقى عايز تدريب كتير، ده كله بيجي مع الحل. ده ملوش حاجة انت بتحفظها وتخش تمتحن عليها، ده ملهاش قواعد ثابتة انت بتمتحن بيها. في حاجات مثلا في القراءة والنصوص كده أسئلة بتبقى هي معروف ان هي دي هتيجي، وبيبقى بتحاول لو انت تثبت نظام معرفة ليها. بس ممكن برضه مش هتيجي، ما تجيش في آخر السنة، ممكن تيجي وتغلط فيها فعادي جدا. أنا بتكلم عن حاجة اللي انت ايه في ايدك، اللي انت تعمل مجهود عليها علشان تاخدها، اللي هو ايه النحو والبلاغة. فالنحو طريقته اللي انت ايه تسمع المحاضرة، تشوف القواعد اللي هي الحاجات الشاذة تكتبها، اللي هو الحاجات اللي انت مثلا ما تكونش عارفها او فاهمها تكتبها في جنب، ودي اللي انت تراجعها وتذاكر عليها وتخش تحل. هتيجي تقول لي هنحل من كتبي والكلام من ده. انا قلت لك الحل في المراجعات النهائية انا بعتمد على الشوامل اكتر من الجزئي. تمام. في ناس هتجيب كيان وناس هتجيب الابداع وهيجيبوا الكتب دي فيها مراجعة جزئية. تمام. انا ما حليتش مراجعة جزئية من الكتب دي، انا حليت كتاب مصطفى محمد صلاح مراجعة جزئية بس، وشوامل كتاب بيان وكتاب الامتحان. يعني انا كنت جايب إيه؟ كتاب مصطفى محمد صلاح وشوامل البيان والامتحان، هم بينزلوا شوامل بس مبقاش فيهم مراجعة جزئية. تمام، يعني بيان والامتحان شوامل ومراجعة جزئية مصطفى محمد صلاح، الكلام واضح. والنموذج الاسترشادي او النماذج الاسترشادية اللي نزلت في العربي بالذات، الأسئلة جاية في مستوى الناس اللي هي مثلا تاخد مصطفى محمد صلاح ومستوى الفاروق أو أي حد. الأسئلة جاية في المستوى العادي، المستوى الطبيعي بتاع أي مذكرة أي مدرس. الأسئلة مش جاية صعبة في امتحان العربي، وفي آخر السنة الامتحان بتاع العربي مبيبقاش جاي صعب. السنة الوحيدة اللي يجي فيها صعب هو أول سنة في النظام الجديد. بعد كده اللي هو إيه القطع والنصوص والحاجات دي بتبقى جاية سهل عادي. هو يبقى مثلا سؤال واحد بس اللي يبقى في النصوص بيبقى بدرجتين، هو اللي يبقى عليه الكلام والكلام من ده. تمام. لو انت بقى الكلام ده على الكتب بس، انا دلوقتي نظام مراجعه وكده، انا عايزك دلوقتي تبدا تعود نفسك على حل الاسئله المقاليه كالنحو، زي النحو والتعبير والقراءه والكلام من ده، عشان ما تجيش في اخر السنه تنسى تحل اسئله زي ما العبد بالله عمل. ما كنتش بحل اي حاجه في المقالي، نسيت سؤال مقالي نحو بدرجتين وشلتهم كلهم، كتبته في الورقه بتاعه الاسئله ونسيت انقله في البابل شيت، في البوكل اللي هو بابل شيت، كتبته في البوكلت ونسيت انقله في البابل شيت. خدت الدرجتين من غير اي حاجه عادي. تمام. التعبير لو هو نمط ثابت فانت تعود نفسك على نمط معين، ما تروحش تضيع وقتك تسمع 12 13 ساعه حصص تعبير. اعرف النمط اللي جالك في الامتحان وحل عليه كذا مره وكلام من ده، وهتحفظ نمط ثابت. انت عارف كذا وكذا وهتكتب في النص كذا، انت حفظته خلاص، هتخش تكتب اللي انت عارفه. فانت بس عود نفسك تحل مثلا ايه، لو انت هتحل بيان والامتحان زي ما أنا قلت لك هيبقى الاتنين تمام بتاع 30 شامل، لو حليت 30 حليت منهم 10 انت كده زي الفل، عسل جدا. تمام. هتستنى المراجعه النهائيه، والمراجعات اللي هم بيعملوها للتعبير بتبقى 3 ساعات والكلام من ده براحتك. بس وانا بقول لك هو انت حاول بس تعود نفسك السماع. انت تسمع حاجه بس دي مهاره الكتابه، انت تقعد تسمع، انت ما جربتش بايدك فانت لازم تجرب بايدك. دي اللي هو حوار الكتب ونظام المراجعه. خش بقى على المدرسين. المدرسين في مدرسين كتير مش هقدر نعيدها تاني. لو انت بتاخد مع مدرس وفاهم منه زي الفل، فبلاش تغير المدرس بتاعك في المراجعة النهائية. تمام. بلاش تغير المدرس بتاعك في المراجعة النهائية. انت ماشي مع طول السنة زي الفل، هتيجي تقول لي انا عايز اجرب وعايز اشوف التغيير واشوف ايه الفرق ما بين المدرس ده والمدرس ده. مش وقته، ده مش وقته. لو انت عايز تعمل كده من اول السنة. تمام. يعني الحركات العبيطة وتيجي في ليالي الامتحان وانت تسمع المدرس ومتعود عليه
لمدة 9 شهور ولا سنة كاملة، تيجي تغيره في ليالي الامتحان، تيجي تغيره في المراجعة النهائية في آخر شهر، شهر ونص. انت بقالك 9 شهور بتسمع نمط معين، نمط ثابت. المراجعات المدرسين ما بيخترعوش نظام جديد، المدرس بيقول نفس الحاجة بس في وقت أقل، وبيقول نفس المعلومات بالظبط بس في وقت أقل. يعني انت هتلاقي النمط بتاع مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق ومستر عبد الله الشاوي ومستر القيصر، انت تاخد مع اي حد تاخد معاه هتلاقي هو نفس النمط بس متسرع. يعني ايه؟ ضرب نفسه في 2 اكس من الاخر. القلشه اللي كانت بتتقال في المحاضره هي اللي هتتقال في نفس الحته، القلشه اللي كانت هنا هي اللي بتتقال هنا في المراجعه. بس هو الفرق بدل ما كانت الشرح مثلا 20 ساعه وخلى لك المراجعه 5 ساعات، هو ده الموضوع كله. فانت تبقى حافظ النمط، فانت مثلا ممكن تفتكر حاجه من الشرح الاساسي بسبب القلشه دي اللي هو هيقولها لك في المراجعه النهائيه بنفس القلشه بنفس كل حاجه. ده نظام المدرسين والمراجعه النهائيه والكلام من ده. النموذج الاستشهادي زي ما قلت لك قطعتين نصين، نحو تقريبا 12 سؤال. المقالي التعبير، والمقالي اللي هو التعبير جاي تقريبا ايه، التعبير كله عليه 12 درجة، تمام؟ اللي هم 4 و10 بقى تقريبا، 4 و6 10، اللي هم الأربعة الاختياري. أهم حاجة الاختياري بتاع التعبير، دي مش حفظ، انت افهم الكلام، افهم هو عايز ايه وهتختار. هو كل العربي تحسه حاجات متحررة، انت فاهم المضمون، فاهم معنى القطعة، فاهم الكلام من ده هتعرف تحل، مش فاهم مش هتعرف تحل. هو العربي كله يعتبر زي ما قلت لك هو حاجة متحررة، محتاجة تدريب كتير، محتاجة حل كتير، محتاج تضرب نفسك كتير عشان تلاقي. امال لو على مذاكرة فانت مش مطلوب منك تذاكر غير نحو وبلاغة بس كده. وده كان نهاية الفيديو بتاعنا، متنساش تتابعنا بقى النهارده ليلة 27. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله العظيم إن ليلة 27 هي ليلة القدر. هكذا أقسم الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه، كانوا يقسمون أنها ليلة 27. ليلة 27 من أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أعظم ليلة في السنة كلها. تدري لو أنك أدركتها، تخيل أن تتعبد ليلة فيكتب لك بها عبادة أكثر من 80 سنة. أكثر من 84 سنة أنت إيش؟ ما نمت ولا أكلت ولا عصيت، عبادة. كيف ذلك هم لم يعيشوا إلا 50 عاما؟ لأنهم حرصوا على ليلة القدر واغتنموها والتمسوها وتحروها وأدركوها، فصارت عندهم سنين طويلة من العبادة بعمل ليلة واحدة. أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة. الكل يعرف شنو قدر هذه الليلة. إيش أسوي طيب في هذه الليلة؟ صلي التراويح، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. اعتزل الدنيا، حاول أنك تعتكف، إذا تقدر تعتكف في المسجد اعتكف، حاول أنك تكثر من الطاعات من أذان المغرب إلين الفجر. الله بالذكر والدعاء والتبتل إلى الله عز وجل. واحرص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالخواتيم، فلا تحرم نفسك أجر هذه الليلة العظيمة. حاول أنك تختم رمضان بالطاعات والعبادات وفعل الحسنات. لا تفوت، إنها فرص إذا مرت لا ترجع. انتظر حتى رمضان القادم، ترى هل ستعيش؟ هل سنعيش إلى رمضان القادم؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه.